المشاكل والازمات اللي موجوده في نادي الزمالك دي بسبب اصغر مؤلف قانون في مصر. مش عارف يعمل عقود للعيبه، مش عارف يشتري صفقات، مش عارف يمشي. لما يجي يمشي لعيبه يمضيهم ان هم خلاص ما عادش ليهم اي علاقه بنادي الزمالك. لا، اللعيبه، لعيب واحد زي تشيرمونج ده ما لعبش 4 ماتشات على بعض، انتوا جبتوا ودفعت فيه مبلغ وقدره ومشيته. خالد بوطيب جبته ما كانش بيلعب، ما كانش ان في نادي اشتراه. واحد زي سامسونج اكيونا ده بقى مالي شريب 1.5 مليون، وفي حين ان المهاجم اللي اشتراه بيراميدز الهداف الكونفدراليه اللي الزمالك كان بيفاوضه على فكره، وكان بيفاوض اللعيب المغربي ان الاهلي مضاه. لو تفتكروا من شهرين قلت الكلام ده، ان في لعيب مغربي وفي لعيب جزائري الزمالك بيفاوضهم وهيستقر على حد فيهم. الزمالك مش عارف يستقر على حد، الزمالك مش عارف يخلص لعيب، مش عارف يخلص محمد شحاته من طلائع الجيش بعد ما اتفقوا على كل حاجه. ليه؟ مفيش اداره، مفيش